اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم أحلى وأجمل متابعين؟ ازيكم حبايبي متابعيني الأعزاء المحترمين من جوه مصر ومن خارج مصر. تحياتي ليكم جميعا، أتمنى إن انتوا تكونوا بألف خير. هنمشي بقى كده واحدة واحدة وندخل على الفيديو بتاعنا بإذن الله، ونشوف كده احنا هنعمل ايه النهاردة. أفكار هتسهل عليكي جدا جدا في فطار رمضان، وسواء برضو في الأيام العادية. يعني عايزة أقولك فطار او غدا ممتاز جدا، ينفع معاكي جدا في الايام ان شاء الله الجايه في رمضان باذن الله. هنسمي الله كده، ومعانا هنا فرخه كده جميله كده مقلوظه وحلوه وزي الفل. خلاص هنبدا بقى كده بعد ما غسلناها كويس جدا. هنبدا بقى نفتحها من الظهر ونقسمها جزئين، علشان طبعا انا ممكن اعملها سليمه بس لقيتها انها ممكن تاخد مني تسويه جامده، او ممكن الصدر عندي ما شاء الله مليان ممكن ما يستويش، فقسمتها اتنين وبدات افتحها زي ما انتم شايفين كده. الفتوحات دي برضو هتخلي التتبيله حلوه وتدخل كده جواها وجوه العظم وجوه الانسجه بتاعت الفراخ، وهتديها طعم حلو جدا. جبت هنا بقى معايا في الطبق، هنا معايا كده بصلايه صغيره مضروبه في الكبه، بس هي مش باينه من الفلاش بتاع التليفون. حطيت عليها بقى فلفل اسمر وسبع بهارات، من كل حاجه معلقه، ودي كده معلقه من الزعتر وملح، ومعلقه كده من البابريكا. عايزه بقى تضيفي اي بهارات تاني، عايزه تحطي بهارات فراخ ضيفي. وبعد كده جبت معايا شويه من الزيت، وهقلب الخلطه الجميله دي اللي هتبل بيها الفرخه ان شاء الله. هقلبها بقى كويس، وبعد كده هجيب عصره من الليمونه، وطبعا اضفت كده معلقتين من الزيت علشان تبقى معايا الفرخه طريه وزي الفل. تمام كده. وهنا كمان حطيت معلقتين من الصلصه، وهقلب بقى التتبيله الحلوه دي. جبت هنا بقى معايا في الصينيه دي، جبت كده حوالي كيلو من البطاطس مع فلفل الوان اللي انا كنت مفرزاه معاكم من تفريزات رمضان. وبعد كده نزلت بقى بالملح والفلفل ومعلقه كده صغيره من السبع بهارات. وبرضو اي توابل اي بهارات بتحبيها ضيفيها على البطاطس، بتفرق جدا. وطبعا ما تنسيش بقى الملح في كل حاجه من دي، لازم الملح عشان ما يبقاش الاكل بتاعنا او الخضار دلع او عادي. بعد كده نقلب الكلام الجميل ده كله. بقى عايزه اقول لكم مجرد بس ما بتقلبي البطاطس بالبهارات، عايزه اقول لك الريحه يا جماعه وصلت لفوق يعني. وبعد كده هجيب بقى اول جزء من الفرخه، هبدا بقى اتبله زي ما انتم شايفين من العظم ومن الجلد ومن كل حاجه. همسك الفرخه يعني ادلكها كويس بالخلطه والتتبيله اللي احنا عملناها دي. خلاص اي حاجه عايزه تشيليها وتضيفي مكانها مفيش اي مشكله خالص. وهجيب الجزء التاني من الفرخه وهبدا بقى اتبلها كده تتبيله كويسه، واحاول بقى ادلك الفرخه دي كويس جدا لحد ما اتاكد ان التوابل وصلت لكل جزء في الفرخه. وهنزل بقى بمعلقتين كده صلصه يحمروا لي الوش كده بعد ايه ما تستوي. وهجيب بقى سقيها كده حوالي كده 3 4 معالق من الميه، وهندهن بقى رشه معلقه زبده على الفراخ عشان تقرمش لي بقى الجلد كده وتخليها برضو الانسجه بتاعتها طريه. وهقفل عليها بالورق الفويل وهندخلها الفرن. تمام كده. هتاخد كده حوالي من تقريبا من ساعه ساعه الا ربع في الفرن. خلاص كده احنا قلنا نبدا بيها الاول عشان تاخد راحتها بقى في التسويه. خلاص كده. ومعايا كده حله فيها ميه، نزلت بقى بالمكرونه الاقلام بتاعتنا الجميله دي. خلاص كده. وسبت بقى المكرونه تعيش حياتها. كان عندي بقى بصل متفرز برضو عاملاه لتفريزات رمضان، وان شاء الله الفيديو ده هينزل لكم قريب. هنجيب بقى بصلايه كده كبيره مضروبه كويس في الكبه، سواء فريش سواء عندك في الفريزر عادي الموجود شغال. بعد كده هنيجي بقى بمعلقه من الملح ومعلقه من الثوم، وهدبل البصله بتاعتي. وبعد كده هديها بهاراتها بقى ملح وفلفل. وهنضيف كمان البهارات بتاعتي اللحمه. كان عندي كده بقى ربع كيلو بس من اللحمه، ما اضفتش اكتر من كده. خلاص. وهتشوفوا بقى تعمل لي كميه ممتازه. هجيب بقى نص كيلو الربع كيلو بتاعي من اللحمه. وبعد كده هتبله بقى بالسبع بهارات وبهارات لحمه وفلفل اسمر وملح وبس. وهبدأ بقى اشوح في اللحمه بتاعتي، لان اللحمه لما بتكون بلدي يا جماعه ما بتحتاجش توابل كتير. كان عندي برضو قطعه كده من الصلصه مجمده في الفريزر، وده برضو فلفل الوان كان مجمد برضو معاكم. هنزل بقى بالحاجات دي يا جماعه، هتخلي صينيه البشاميل تحفه تحفه ولا اروع من كده. خلاص عصجنا اللحمه نركنها على جنب بقى. بعد كده هنيجي للبشاميل. معايا كوبايه الا ربع من الزبده، كوبايه الا ربع من الدقيق. وهنزل بقى بالدقيق بتاعي على الزبده، وابدا بقى ايه اشوح في الدقيق بتاعي لحد ما ينمل. دي كده نزلت عليهم بمعلقتين من النشا او معلقه واحده من النشا بس تكون هرميه. وبعد كده هجيب بقى مكعبين من المرقه الفوريه بتاعتي، وهشوح الكلام الجميل ده كله يا دوب بس الدقيق ينمل معايا. وانزل بقى بكيلو من اللبن او الحليب على الدقيق البشاميل بتاعنا ده، وهضرب بقى كويس جدا بالمضرب.
وخليكي سريعه علشان الدقيق ما يكتلش معاكي في اللبن لحد ما يديني القوام الكريمي التحفه ده. طبعا اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان باذن الله لا فاقدين ولا مفقودين. عايزه اقول لكم الوجبه دي او الفطار ده او الغدا ده هيبقى منجز جدا معاكي في رمضان، وهيبقى سريع جدا ومستحب. يعني عايزه اقول لك كل ما فيش حد بيختلف على الاكل ده او الفطار ده، بيبقى جميل جدا. جبت بقى البايركس بتاعي، حطيت فيه مغرفه كده من البشاميل، وبعد كده نزلت بالمكرونه اللي انا برضو غلفتها كويس في من مغرفتين برضو من البشاميل. وتغلفي بقى المكرونه بتاعتك كويس جدا، هتبقى معاكي كريميه كده في الاكل ومش هتنشف. وبعد كده هنزل بقى بعد ما اديت يعني حطيت في البايركس طبقه من المكرونه، هنزل بقى باللحمه العصاق بتاعي، وممكن تستبدليها بالفراخ برضو هتبقى جميله. وهنزل كمان بمعلقه كمان او معلقتين من البشاميل في النص ما بين اللحمه وما بين المكرونه، وهحط بقى اخر رق بقى من المكرونه اللي انا غلفتها كويس بالبشاميل. تمام كده. طبعا لو عندك جبنه موتزاريلا ضيفي، لكن انا بقى حبيتها كده اقتصاديه وجميله وعلى قد الايد كمان. بعد كده هنزل بقى بالبشاميل على الطبقه من فوق كده، واساوي كده بالمعلقه الحروف، وابدا بقى امسح بتاع البايركس كويس من الحروف علشان طبعا ما يتحرقش معايا في الفرن. وشكرا، صينيه المكرونه اجمل واحلى صينيه مكرونه بشاميل، ما خدتش مني ربع ساعه خالص، يعني اقل من ربع ساعه كمان. طبعا دي الكميه اللي فاضت مني من البشاميل والمكرونه، عملت طاجن او طاجنين كده صغيرين. وادي البشاميل بتاعي، الله قمر يا جماعه، والله قمر مع الطواجن داخل الشوايه. هنيجي بقى نعمل حاجه حلوه برضو هتنفع معانا في رمضان. معايا ايه هنا؟ معايا كوبايه من السكر، معايا كوبايه ونص من الميه، كيس من الفانيليا، وليمونه او نص ليمونه معصوره، وهرفع الكلام ده كله على النار. وبعد كده معايا كيس البسبوسه عادي جدا اللي احنا بنجيبه من اي سوبر ماركت، وعليه معلقه من البيكنج باودر، معلقه واحده بس ما تكتريش عشان ما تفرش معاكي في الفرن. وهقلب الكلام ده كله مع بعض. وبعد كده هنزل بكوبايه الا ربع من السمنه وكوبايه من الزبادي. تمام كده. مقادير سهله، بسبوسه سهله ما خدتش منك 5 دقايق وانت بتعمليها. خلاص. وهقلبها بس مش هفضل اعجن فيها، يا دوب بس ان انا ادخل كل المقادير اللي انا قلتها معاكم وهسيبها. وبعد كده ندهن الصينيه بتاعتنا الصغيره الكيوت القمر الجميله دي دهنه من السمنه او الزبده. خلاص. وبعد كده هنزل بالبسبوسه وهبدا بقى اسويها في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. هتبداي بقى تفردي فيها، لو انت عايزاها سايله عن كده ممكن تزودي زبده او لبن، بس انا حباها في القوام ده كده، بتبقى حلوه جدا كده، بتطلع معايا هشه مش بتفرول معايا واحنا بناكلها، بتبقى متماسكه. بعد كده هسويها بايديا وهخبط عليها كده علشان تتفرد معايا. وهجيب بقى السكينه وابتدي بقى اقسمها التقسيمه اللي انت عايزاها قبل ما تستوي. ليه بقى؟ علشان تستوي معايا من كل الجناب وتشرب العسل من كل ناحيه، فاهماني؟ بعد كده جبت بقى خلاص كده ما شاء الله اللهم بارك، الطاجن معايا تحفه، وصينيه البشاميل عايزه اقول لكم ولا كلمه ولا كلمه يا جماعه. وادي كمان صينيه الفراخ معايا بالبطاطس كانت استوت، ولا احلى ولا اجمل من كده. عايزه اقول لكم ريحتها خطيره. وبعد كده خلاص الشربات بتاعي بس قعد 10 دقايق على النار يا دوب. بس احنا طبعا شربات البسبوسه لازم يبقى خفيف، ما يبقاش تقيل زي الجلاش او الكنافه. خلاص. ونطلع بقى بالبسبوسه سخنه والشربات دافي، ونسقي بقى بسبوستنا الجميله دي اللي ما خدتش 5 دقايق. وابداي بقى زوقيها باي حاجه عندك، جوز هند عندك، سوداني عندك، عين جمل، اللي موجود عندك زوقيها بيه. وبعد كده خلاص انا قلت لكم بصوا غدانا او فطرنا ما خدش اي وقت خالص مننا. زي ما انتم شايفين النتيجه ما شاء الله اللهم بارك. بس طبعا علشان المكرونه بتبقى سخنه فممكن تكون متفروله شويه، لكن هي كل ما تبرد هتتماسك وتبقى الخرطه بخرطتها يا جماعه. طبعا بقى عايزه اقول لكم علشان خاطر تاخدي نتيجه حلوه جدا للبشاميل، طبعا زي ما متعودين بنقلل نسبه المكرونه ويبقى البشاميل اللي معانا اكتر من المكرونه، بتبقى جوسي. شايفين بقى يا جماعه المكرونه يا جماعه بصوا جميله خطيره. عايزه اقول لكم شويه الصلصه اللي انا حطيتهم خلت المكرونه من جوه كده محمره، الصوص بتاعها محمر كده وطعمه خطير جدا. بصوا انا بدوقها كده ولا كلمه ولا كلمه، والله ملحها مظبوط، طعمها جميل جدا. عايزه اقول لكم ولا احلى من كده. وهنجيب بقى جزء كده من الفرخه اللي احنا عملناه. ماشي. بصوا عايزه اقول لكم البطاطس مستويه ودايبه، الشوربه تحفه. إيه شويه الشوربه اللي نزلوا من الفراخ عايزه اقول لك عسل، واستحاله مش هستغنى عنهم. يا رب النهارده يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. وادي عمر ابني بيشاور لكم بيقول لكم باي باي. وادي البسبوسه الجميله، عايزه اقول لكم الخرطه جميله ومستويه وعسلها مظبوط بالملي.
ولا كلمة ولا غلطة. ويا رب إن شاء الله الغدا بتاعنا النهاردة أو فكرتنا النهاردة تكون عجبتكم. أشوفكم في فيديو جديد. أحلى وأجمل متابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.